عشان تزود معدل الحرق في جسمك، الاكل 5 مرات في اليوم احسن بكتير من الاكل مره واحده في اليوم. تعال نشوف الفرق. لو اكلت وجبه واحده كبيره في اليوم، جسمك بيحس ان مفيش اكل كفايه، فبيبدا يوفر في الطاقه ويبطئ عمليه الحرق، فهتحس بالجوع اكتر، وده ممكن يخليك تاكل بزياده بعد كده. سكر الدم هيقل، وده ممكن يخليك تحس بتعب وارهاق. انما لو اكلت 5 وجبات صغيره في اليوم، ده بيثبت مستوى السكر في الدم، فبيقلل احساسك بالجوع وبيزود عمليه الحرق، لان جسمك بيشتغل طول اليوم في هضم الاكل، وبيساعدك تتحكم في كميات الاكل وتقلل الاكل الزايد، فبتحافظ على طاقتك طول اليوم. نصايح لزياده الحرق: خد بروتين في كل وجبه عشان يعلي الحرق ويخليك تحس بالشبع. اشرب ميه كتير لان الجفاف بيبطئ الحرق. اعمل رياضه بانتظام، خصوصا تمارين المقاومه والكارديو. نام كويس لان قله النوم بتقلل كفاءه الحرق. يعني في المجمل، توزيع الاكل على 5 وجبات صغيره ومتوازنه احسن بكتير لتحفيز الحرق، مع حياه صحيه وحركه منتظمه. شعارنا: كل بذكاء، اشرب كتير، اتحرك، نام مظبوط، جسمك هيشكرك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير للفيديو واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار ابعت لي في التعليقات. يومكم جميل، السلام عليكم.